أنا كانت مثلا تولدي مش رسمي، يا 24 يا 25 1924 1925 بجوز أكثر 24. أنا ما كانش الناس عندهم نظام تنظيم طبعا في النسب. كان الواحد عند المختار ما يكتب أو ما كتبش شيء نسي وش ما نسي، ما كانش شيء رسمي مثل اليوم. المدرسة أخذت معي، بذكر كنت بال 31 1931 كنت في المدرسة وقالوا يكتبوا 1931. كان واحد بس، فيش شيء غير اللوح المعلم. بدي أقول لك الحالي فلاحين، احنا وقت الناس فلاحين يشتغلوا بالإيجار عند الفلاحين. كان يجي واحد يلقى شيء عمل أو شغل، حتى أجت بريطانيا بالتالي صار يروح يخدمون الناس. فطبعا حياتي في المدرسة أول ثاني ثالث رابع خامس أول خامس صارت الثورة 36. والثورة هذه طبعا كانت سابقة على الناس، انتداب يهود ما نحسبهم مش حساب في بالك بريطانيا. حتى صارت الثورة سنة 36، بعدين صارت 37 38 تقريبا انتهت. وكان من هنا في الطيبي قيادي طبعا عارف عبد الرازق، كان هو يكون المنطقة أو في كان قوة غيره، هذا كان عنده هو كل قضته كان عارف. فطبعا لما انتهت في 38 أنا انتهيت من المدرسة. شوف وصلت السادس، هذا كان حتى كان خامس في الطيبي ذاكروا تمام، وصفوف 5 صفوف، هن 4 صفوف 4 غرف كبار، وعملوا المخزن عملوه صف 5 في دار معلمين، وفي هنا مخزن بين الصفوف. لابد هذا تعرف انت بنت البنات انت لا تعرفش عندنا بنات ما كانت هي كان سابق قبلي وين عند الجامع بحاره تحته هناك، كانت المدرسه هناك. اما انا ما لحقتها شديد، انا لحقت المدرسه الابتدائيه. طبعا كان المدير تبعها توفيق، الشيخ توفيق ايش بيقولون؟ عبد الرازق ولا لا الطيبي. طيبي. بقى الشيخ حسن اخرى بقى نعلم فيها. وانا بالصف الثاني او الثالث تغيرت المشكله، طلعوا اجلوش الحافظ من البلد هو كان ساكن دكتور كريم، كان المدير في الواقع. كنا نروح بثواب غرفه، هذا شيء بس هذا اللي كان الوضع كلها. بعدها كان ممنوع واحد يجي بثوب، ممنوع واحد يجي حافل، وكان الصيد لبالك. ممنوع ثواب اثنين من شوية السكر. كان الناس كانت حالتهم صعبة مش مثل اليوم. النتيجة عملوا لنا بلاطين، فرعنا أخرى لازم تحلق شعرك. ليش؟ لأن فيش نظافة. كان الوضع كان مش أقول لك أنا أستحي ليش؟ وأنا كنت شاب النشط الكامل فيه تحمل راسي. ده واقي لك الميل. ولكن والله ما راح يكمل لجنة إسرائيل تقريبا صارت نظافة من بالك. بنرجع احنا لوين لما كنا هناك. فهنا طلعت أنا من المدرسة. ولاد الطيبي ممنوع ياخذوا تركيا، كانوا يروحوا يتعلموا في تركيا. ليش؟ كان مديرها معارض للثوره ويشبعوا ما خليش، لان طيب كانت طبعا هي عندها فيها قياده وفيها كل شيء، ممنوع. بذكر ولاد صفي ما حدا راح منهم يتعلم زياده. والله فلاحين احنا هيك الافلاح.
شفنا كلنا أجوا المشايخ في رمضان ويتعلموا وين؟ بالأزهر. الشيخ فريز والشيخ عبد المنان الجبالي. هذاك الشيخ فريز كان وضعه مش هالكل مريح، أما الشيخ عبد المنان الجبالي طبعا طيب. صار يقول ابعثوا أولادكم تعلموا بالأزهر الدين وإلى آخره. حياة أبوي كان صوفي لبي وكان دين، وأنا كنت أصلي وأنا صغير. لا بكون أنا عندي الواد والله متغلب وما تروح فيه وأنا عمري صار 14 سنة أو 15 سنة بعد المدرسة. لا دير بالكم لو كنا نوديك على مصر أقول لهم والله حاضر أنا بروح. أنا ما عندناش الوسع احنا الأولاد مثل اليوم. كان الواحد ما عادش يطلع من بلده. فيش الناس كان عندهم مثل اليوم ما فيش. كانوا عملوا لي ثوب في مصر خيطوا لي اياه ومش عارف شو لحتى اجى الوقت بدهم يمشوا. الشيخ راح بده يعلم على المزور تبعهم. صار حرب أرمانيا بتعرف بال40 كانوا والله كان ما في ولد ما عندي بده ياخذ معي. قالوا والله سهل لا بوضع غير كذا مش سهل. أنا هذا أقول له بقول والله يا حد الوضع هيك وقالوا لي كيت من كيت. إذا كانت هيك بتوديه شو يوديني؟ لا أنا بعرف أروح ولا أبوي بيقول وين بدي أروح على مصر. هذا المهم كان في الوقت ما كانش عندنا الوسعة فيه الواحد يروح أنا تطلع خارج البلد يصير عمري 15 سنة أو 16 سنة. كان ما فيش كريم نادرة بحكم النادر. فالنتيجة ظلت فلاحة. والله شو بدي أقول لك يا سيدي؟ والله إفلاحة يا الله. بدي أقول لك هذا حياة. طبعا شو بدي أقول لك المجتمع